السلام عليكم. ليه اول ما بنقول هنذاكر او نبدا شغل بنلاقي نفسنا قمنا نرتب الدولاب، قاعدين نرتب في المكتب، نعمل اي حاجه تانية غير الشغل؟ تعال هقول لك ايه اللي بيحصل. بص، المخ مش كسول، المخ ذكي بطريقه غريبه. المخ هنا بيعمل حاجه اسمها الهروب الانتاجي. يعني ايه؟ يعني اول ما يشم ريحه حاجه تقيله يجري يدور على اسهل حاجه ممكن تتعمل ويبدا ينفذها، بس يخليها في الاخر شكلها كتاسك مثلا او مهمه عليك عشان ضميرك ما يأنبكش مش اكتر. فبدل ما تذاكر تقوم ترتب الدولاب، بدل ما تشتغل مثلا تقعد ترتب الفايلات وتمسح الفايلات الزياده اللي عندك على الديسك. والمفاجاه بقى ان ده نفس اللي بيحصل معانا في المستخدمين بتوعنا في السوفت وير. لو اول خطوه اليوزر فتح لقاها صعبه هيهرب منها فورا. زي مثلا لو اول ما فتح لقى تسجيل الدخول او مراحل اللوجن عنده صعبه، المستخدم هيهرب منها حتى لو كان هو متاكد ان التطبيق من جوه ممتاز، لان المخ هنا شاف اول خطوه هياخدها تقيله جدا عليه فهرب منها على طول. ده في اليو اكس عندنا اسمه فريكشن. اي حاجه تعطل البدايه تخوف المخ منه. فالحل سواء عايز تبدا مذاكره او عايز تبدا شغل او حتى تخلي اليوزر بتاعك يكمل معاك، سهل دايما اول خطوه. المخ حرفيا لما بيبدا بيكمل. انا عبد الرحمن نبيل وده فيديو من سلسله ايه اللي بيحصل.